السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده فيديو مميز أوي، بس قبل ما أقول ما اشتركش في قناتي اشتركوا وشجعوني إن شاء الله. النهارده استقبال أول يوم للبط الشرفين. طيب، هتربي بط يا بنت يا بطة ولا تربي كتكوت أبيض؟ تعالي نشوف إيه الفرق. بس قبل ما نقول بقى تشجعوني كده ويلا، النهارده عندنا فيديو جد بجد بجد. يلا بصوا بقى، جهزت له مكانه. ده السمان طبعا فوق، خليكم فوق. جهزت له مكانه اول يوم. نضفت له، حطيت له النشاره، ولازم تحطي النشاره وتطهري المكان كويس قوي. ويستحسن ان انت تكوني منضفاه بقاله يومين ثلاثه ومطهراه، علشان لو الطيور اللي قبليه فيها اي ميكروب في اي حاجه ما تتنقلش للطيور. ده كده اول يوم. هنعمل ايه تاني في اول يوم؟ استقبال للكتكوت. اي كتكوت، اي بطايه، اي حاجه. اول يوم يا جماعه، اول ما تجيب الطيور في اول يوم ما تحطلهمش اكل ولا ميه لمده ساعتين. هقول لك ليه. لان الطير بيبقى زي ما انت بتبقي جايه في عز الحر كده راكبه عربيه، الجو سخن عليكي، بتبقي محتاجه تريح. ينفع اول ما تكوني جايه من بره تشربي ميه؟ لا. تعمل ايه؟ فسبته ساعتين يريح. ما تخافيش، مش هيحصل له اي حاجه. بعد كده بقى احط له ميه بسكر. النهارده يوم ميه بسكر بس، ما تحطيش حاجه تانية. ميه بسكر. الاكل طبعا اول 5 ايام مع البط الشرفان دوت. انا بحط دشيشه مطحونه، علف ناعم، ذره مطحونه. النهارده حطيت ذره مطحونه اهي عشان هي الموجوده عندي دلوقتي. البط الشرفان ده بيكبر من عمر يوم لحد 50 يوم. البطايه بتبقى 4 كيلو. طيب ممكن تزيد معاكي وانتي وحظك، بس هي ما بتقلش عن 4 كيلو. طب النهارده بقى عايزه اقول لكم ايه الفرق اللي انا بقول لك، تربي بط ولا تربي فراخ بيضه. اقول لك على حاجه، تيجي تاكلي ده كربات يا بنتي يا بطه ولا تاكلي فرخه بيضه؟ طيب، الكتكوت النهارده عامل 16 جنيه. كتكوت كتكوت البط الصغنن ده، ما ده برضو اسمه كتكوت، انا بقول عليه كتكوت. البطيه الصغننه دي عامله 16 جنيه. طيب، الكتكوت الابيض عامل 30، عامل 27 جنيه. الكتكوت الابيض عامل 27 جنيه. الكتكوت الابيض بيكبر معانا في خلال 30 ل 35 يوم 2 كيلو، 2 كيلو وربع. ده كده خلاص. ولما بتزودي ما شاء الله الله اكبر بيزيد معاكي. طب البطايه دي هتكبر في خلال ال50 يوم 4 كيلو. طب تعملي فرخية يا بنتي يا بطة ولا تعملي ده كربات؟ لا، اعمل ده كربات يا اختي، واعمل عليه حلة محشي. صح كده؟ هو ده بقى اللي عايزة اقوله لك النهاردة. تربي بط ولا تربي فراخ بيضة؟ طيب طبعا الفراخ البلدي دي حاجة تانية، نرجع بيها. احنا بنتكلم دلوقتي في البط الشروفان والكتكوت الابيض. طيب هقول لك على حاجة، شوفي الفرق قد ايه بين البطايه وبين الكتكوته. الفرق بالظبط يا بنتي يا بطه 9 جنيه، صح؟ 27 و16 حوالي 11 جنيه. الفرق 11 جنيه. تمام. طيب، يبقى انت لما تربي بطايه كده وتيجي تعمليها للولاد، مش يقولوا ياما كتر خيرك عملت لنا دكر بط النهارده وحله محشي، ولا ذبحتي البطايه النهارده وعملتي عليها حله كبسه كده بالبط، تبقي كلتي احلى كبسه في الدنيا. عايزه اقول لك، ده بقى اللي انا عايزه اقوله لك النهارده. ربي بقى اليومين دولت البط ده وهنكبره مع بعض من غير ما تتكلفي حاجه. الفراخ البيضه بتاكل نوع اعلاف وحاجات كده على طول. بس خلي بالك، اقسم بالله الفراخ البيضه لما انا ربيتها قلبت اكلها وبقيت اكلها زي البط. بس انا عايزه اقول لك النهارده، البط دوت لما تربيه وتكبر معاكي في خلال 50 يوم 4 كيلو، مش احلى لما تربي الكتكوت الابيض؟ ايش رايك؟ ده اللي كنت عايزه اقوله لك النهارده. والاسعار النهارده فيها هبوط سامحوني. واللي حصل لي السمان من هنا طار على بره، فواحده منهم الله يسامحها بقى طارت، راحت لصاحب نصيبها بقى. ربنا يا رب يجعلها بقى، يعني ايه، يعني ربنا يبارك له، هو اللي هياخدها، هو ملوش ذنب، يعني هي طارت من عندي. عايزه اقول لكم بقى ان البط الشرفان ده احلى طبعا 100 مره ما تربي كتاكيت. انا بشجعك دلوقتي ما تربيش الكتاكيت البيضه. ربي البط ده حلو قوي قوي قوي،
ولعلمك بيملى لحمه، بيبقى لحمه احمر كده وما بيبقاش دسم، وعيالك هتحبه وتعملي عليه احلى اكل في الدنيا. يبقى انت بقى تربي البط ده ولا تربي الكتكوت الابيض؟ وعايزاكم تردوا عليا في تعليقاتكم. لا انا هربي البط ده. البط الشرفان ده تحفه وبيكبر معايا بسرعه ويبقى لحمه احمر وما بيبقاش مدهن، ومش هتخليكي تتكلفي فيه كتير في تربيته، هخليكي تربيه بارخص حاجه معاكي ومن غير ما تتكلفي حاجه ولا اعلاف ولا يحزنون، واعمل لك تركيبات هايله. بس قلنا يلا اول يوم استقبال اوعي تنسوا الميه بسكر. وعايزاكم بقى تشجعوني من بكره بقى، النهارده ده كده اول يوم، من بكره هنبتدي معاه تاني يوم، ويلا بسرعه الحقي هاتي عشان نمشي مع بعض خطوه خطوه يوم بيوم. وتابعوني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وعندي لكم مفاجآت وهنعمل حاجات جديده كتير، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا تعملوا فيا كده، انا تعملوا فيا كده، الله يسامحكم، الله يسامحكم، الله يسامحكم.